ومطلعا على خصوصيات وجزئيات التصرف ومتأكدا من هوية الأطراف وضابطا للمال موضوع التصرف وخبيرا بآثار التصرفات إن في الحاضر أو المستقبل حماية للجميع باعتباره مستأمنا باسم القانون. بعد الساعة 7 الخاصة نلتمس من السادة المتكلمين أن يقتصروا في مداخلتهم. تفاصيل وكيل عام واش نمشي لدايا ما فيها نقاش ما فيهاش نقاش. واش السيد وكيل العام هو الان حنا الحمد لله هو يتفق بيناتنا الى غير ذلك، ولكن من المطالب ماشي عقلانيه. غادي نقول لك القانون قاعده قانونيه، قاعده مجرده وعامه وتطبق عليه. هي ما تقول لي راه كنتي ولا ما كنتي. كنا هذا نقول لك الاستاذ المحترم تقدم الاستاذ المحترم الامر. أشكركم جزيلا على مواكبتكم لإشغال هذه الندوة. معكم هشام صدري نائب وكيل العام على محكمة الاستئناف بمراكش. اليوم بتاريخ 13 يونيو 2024 نظمت محكمة الاستئناف بمراكش ندوة علمية جهوية الموسومة بدور القضاء والضوابط القانونية والمهنية في حماية التصرفات العقارية وتحقيق الأمن التعاقدي. لا شك أنه من خلال عنوان هذه الندوة ستلفون أهمية وجدوى من هذه الندوة العلمية، والتي حاول السادة أعضاء اللجنة العلمية برئاسة السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش والسيد الوكيل العام لديها انتقاء عناوينها بعناية، وكذا المشاركين الذين ساهموا في إغناء النقاش بمداخلتهم القيمة. فموضوع الندوة ركز وشمل ما بين السادة الموثقون أو مهني التوثيق المكلفين بتحرير العقود الرسمية، وكذا المحررات الثابتة التاريخ من طرف السادة المحامون. وبالتالي فالندوة العلمية التي عقدت أشغالها اليوم كانت أو مزجت ما بين جميع مهني التوثيق بالمملكة المغربية، والتي يعني حاول المشرع المغربي أن يجعلها من بين المحررات التي لها الصبغة الرسمية وقوة ثبوتية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور كقاعدة. ومن خلال تتبعكم لأشغال هذه الندوة ألفيتم بأنها يعني مزجت ما بين مواضيع ذات صلة بالأخلاقيات المرتبطة بمهن التوثيق، وكذا بدور أجهزة الرقابة في هذا السياق. ومن خلال اختتام أشغال هذه الندوة ألفيتم كذلك بأنه كان نقاش واسع وكبير، وكانت استفادة كبيرة بشهادة الحضور ولله الحمد. وانبثقت عن هذه الندوة مجموعة من التوصيات الجيدة التي سيتم رفعها إلى الجهات الرسمية في أفق اعتمادها في أي تعديل مرتقب. وشكرا لكم جزيلا. لحماية الوثيقة من التزوير، لحماية بيع عقار قاصر حتى لا يكون أمام توابع المحقق، لحماية بيع القاصر كذلك، ذكر المشهود فيه العقار محفظ الرسم العقاري في قرار تحفيظ رقم مطلق تحفيظ فقط في إطار ولا يحق للطرف المهني أو الممول أن يتمسك بهذا الموضوع. إذا هذا الموضوع هذا فيه جوج إشكاليات. الإشكال الأول هو طبيعة الجزاء التي تبادله القضاء المغربي، وهذه توطئة فقط وسأبين الحالات وجزئيات. الحالة الثانية هي ما هي هذه الضوابط التوثيقية. كاين شي حالات اللي صعاب يعني المشرع الذي يكون دقيق، مثلا العقد الذي